تخيل تصحى الفجر وتدخل مسجد قريتك وتقف ورا شيخ حافظ كتاب ربنا، راجل الناس كلها بتشهد ليه بالخير، وبعد ساعات قليلة الشيخ ده نفسه يرتكب واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في مصر. قضية خلت الناس ما بين الحيرة والرعب، تتعاطف مع مين وتلوم مين، وتسأل سؤال واحد بس: هل الإنسان ممكن يعمل حاجة في منتهى البشاعة في أقرب الناس ليه حتى لو كان بيعاني نفسيا؟ الشيخ اللي هحكي لكم قصته النهاردة اسمه الحقيقي محمود جمال معاطي، لكن أهل قريته في مركز المنزلة في الدقهلية كانوا يعرفوه باسم الشيخ محمود موافي. شاب في أواخر الثلاثينات، حافظ لكتاب الله وبيؤم الناس في الجامع، متجوز وعنده طفل، وصاحب محل قطع غيار سيارة. يعني باختصار حياته المفروض تكون سعيدة ومستقرة، سمعته طيبة لدرجة ان ما كانش فيه حد يشك لحظة ان الراجل ده كان بيعيش حرب كاملة جوه دماغه محدش شايفها غيره. كان بيعاني من مس شيطاني او مرض نفسي الله اعلم، ولكن النتيجة المؤلمة لحالته دي كانت انه خلص على امه بأبشع طريقة ممكنة. قبل الحادثة بفترة محمود ابتدى يتغير، مش تغيير في الأخلاق ولكن تغيير في العقل. كان بيقول للي حواليه إنه بيسمع أصوات بتنادي عليه وبتكلمه، وكان بيشوف خيالات وملامح بتعدي من قدامه وكأن في حد معاه بيظهر ويختفي، ولكن في الحقيقة هو مش موجود. غير كده كان بيشتكي من حالة غريبة، كان بيقول إن في عليه تقل على كتفه وعلى صدره، وكمان كانت بتحصل له تشنجات مفاجئة كانت بتحصل من غير سابق انذار. في مرة وهو في المسجد في وسط الناس حصل له حالة تشنج، وبدأ يرد على كلام مفيش أي حد قاله. هو شايف وسامع حاجة مش موجودة. اللي شافوا المشهد قالوا يمكن تعب مجهد مثلا، وممكن تبقى حاجة روحية زي مس مثلا، أو قد يكون تعب نفسي. مراته حاولت تلحقه، ودته لطبيب نفسي، ولكن الحالة للأسف كانت معقدة، والدكتور ما قدرش يربط الأعراض دي بتشخيص قاطع يحدد حالته ايه بالظبط. ومع الخوف والحيرة اتجهوا للرقية والمشايخ اللي انتوا عارفينهم طبعا. وللأسف محمود ابتدى يصدق ويقتنع ان اللي عنده ده حالة مس، وان في قوة خفية بتحاول تدخل عقله. العلاقة بين محمود ووالدته الحاجة نرجس كانت علاقة حب وبر، كان شايفها كل حياته، لدرجة انه طلب منها ان هي تعيش معاه في بيته علشان يرعاها بنفسه. محمود مع الوقت الأصوات جواه بقت أقوى وأوضح وأخطر. في يوم سمع صوت بيأمره بحاجة مرعبة، وبعدها عقله بدأ يلعب بيه وخلاه يصدق ان ابنه حصل له أذى. نزل يجري وهو في حالة فقدان للتوازن، ولما شاف ابنه سليم قدامه اتصدم. الصوت اللي جواه كان بيقول حاجة والواقع بيقول حاجة تانية خالص. ومن اللحظة دي محمود اقتنع انه مش مسيطر على نفسه، وان في حاجة بتفرض نفسها عليه. في فجر يوم 14 يونيو سنة 2022 الأصوات رجعت أقوى من أي وقت، ومقاومة محمود ابتدت تضعف. وللأسف هنا حصلت الكارثة. محمود دخل على والدته بعد ما خلصت صلاة الفجر، وفي لحظة غياب للوعي ابتدى يحاول يكتف حركتها، وباستخدام مخدة ابتدى يحاول ان هو يكتم أنفاسها. الأم قاومت وصرخت، والمشهد خرج عن السيطرة. ابنها محمود نزل بيها للجراج، وأخوه عمر حاول ان هو يمنعه، لكنه خبطه بحاجة فاتصاب ووقع فاقد للوعي. واللي حصل بعد كده كان لحظة سودة غيرت مصير أسرة كاملة. باستخدام قطر محمود خلص على والدته زي ما بتخلص على ذبيحة. وبعد اللي حصل محمود قعد مع نفسه يكلم ناس محدش شايفها، ويبص لفوق ويرد على أصوات مش موجودة. فضل على حاله ده لحد لما الجهات المختصة وصلت، وهو في حالة ذهول ومش فاهم هم ليه واخدينه، ولا حتى فاهم ايه اللي حصل. اخوه اتنقل للمستشفى وهو على نفس الحالة وهو فاقد للوعي، والبيت اتحول من مكان للأنس والسكينة لمكان صدمة مش هتتنسي.
التقارير الرسمية أكدت إن في حالة إصابة كانت قطعية وعميقة في الرقبة وآثار محاولة كتم للنفس. بالنسبة لمحمود اتحط تحت فحص نفسي لمدة 2 شهر في مستشفى متخصصة علشان خاطر ياخدوا قرار تجاهه هل هو عنده مشكلة ولا لأ. والصدمة هنا كانت في النتيجة اللي طلعت من المستشفى. الفريق الطبي أكد إن مفيش أي مرض نفسي وإنه مش معفي من المسؤولية، وكان مدرك تماما وقت ارتكاب الجريمة لكل فعل هو بيعمله. المحكمة حكمت في أول درجة من الحكم بأقصى عقوبة وحولت أوراقه لفضيلة المفتي، وده بسبب سبق الإصرار والترصد. وفي جلسة يوم 12 ديسمبر سنة 2024 محمود وقف يبكي ويقول: لو كنت متعمد كنت طلبت إن نهايتي تكون قدام الناس في ميدان عام، بس أنا ما عملتش ده بإرادتي. أنا عايز أقول إن دي ما كانتش أمي بس، دي كانت جنتي على الأرض. إخواته وأصحاب الحق وقفوا معاه وقالوا إنهم مش عايزين يخسروا الأم والأخ مع بعض، وبالفعل اتنازلوا عن حق القصاص، والمحكمة خففت الحكم للسجن المؤبد علشان تنتهي واحدة من أغرب القضايا اللي خلت الناس تتعاطف مع الضحية ومع الجاني في نفس الوقت. والسؤال هنا، هل فعلا في قوة خفية ممكن تسيطر على الإنسان وتخليه يفقد السيطرة على تصرفاته بالشكل ده؟ ولا اللي حصل ده كان نتيجة تعب نفسي وإهمال وخوف من الاعتراف بالتعب؟ لحد هنا خلصت الحكاية، وطبعا ده أول فيديو في القناة، فما تنساش تدعمني بلايك، وضروري لو المحتوى عجبك تعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تصلي على النبي في التعليقات. كان معاكم محمود عبد العزيز، سلام.